بكوباية سكر ونص كوباية من النشا عملت ربع كيلو من الملبن طري وجميل وتحفة. ينفع لحشو الكحك وكمان ينفع يتاكل. يلا بينا نعمله مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض حبيت اوريكم كحك العيد كنت عاملاه في فيديو سابق. هسيب لحضراتكم لينك الطريقه في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، وكمان هسيب لكم طريقه الغريبه وطريقه البسكوت وطريقه البيتيفور. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخ نوجة العالمي. يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الملبن. هينفع إن هو يتاكل أو ممكن تحشي بيه الكحك. أنا عاملاه علشان حشو الكحك، فالطريقة سهلة وبسيطة. والمقادير بتاعتنا عبارة عن كوباية من السكر وكوباية من المية ونص كوباية من النشا. هيبقى عندي معلقة من العسل الأبيض أو ممكن تستعملي معلقة من الجلوكوز، وهيبقى عندي معلقة كبيرة ممكن تستعملي فانيلا أو ممكن تستعملي مية ورد، ممكن تستعملي مية زهر. دي حسب النكهة والطعم اللي انتي بتحبيه. أول حاجة هعملها إن أنا هجيب طاسة تيفال علشان تبقى سهلة وما يلزقش فيها الملبن بتاعنا. هحط كل حاجة مع بعض. هحط السكر وهحط النشا وهحط المية ومعلقة من العسل الأبيض. وهم دول كده معلقة، ومعلقة من مية الورد. وكل دول هبتدي اقلبهم كويس قوي قوي لحد لما السكر يختفي تماما ويدوب. حطيت الخليط بتاعنا على نار هادية وبدأت ان انا اقلبه لحد لما حضراتكم شايفين كده. بصوا هتلاقوا ان هو كل السكر داب خالص، وهبتدي اقلبه كده لحد لما يبتدي في الغليان. اول ما بدأ يغلي كده هبتدي احط معلقة كبيرة من عصير الليمون، او ممكن تحطي نص معلقة صغيرة تدوبيها في مية من ملح الليمون. وهتبتدي تقلبي كده، وزي ما قلت لحضراتكم هتوطوا النار خالص، هتخلوها زي الشمعة كده. هبتدي بقى اقلب كده لحد لما يبتدي ان هو يمسك، بيبقى عامل زي المهلبية كده، زي ما تكوني بتعملي مهلبية بالظبط. انا هدوب كده لحد لما يبتدي يمسك، وهوريكم قوامه عامل ازاي. فضلت اقلب كده على نار هاديه لحد لما وصل للطريقه دي زي قوام المهلبيه بالظبط. بصوا عامل ازاي، وهتلاقي ان لونه ابيض، بعد كده هيتحول للون الشفاف. اول ما يبتدي يبقى معاكي زي المهلبيه كده القوام بتاعه يبقى سميك، هنبتدي بقى ما نقلبش بحركه دائريه كده، لا هنبتدي نقلبه من بره على جوه كده. واهم حاجه تاخدي اللي في الجوانب. هتعملي كده كل شوية، هتلاقي القوام بتاعه بيتماسك اكتر والحجم بتاعه بيقل، علشان هو كل ما بيتماسك بيبقى حجمه وكميته اقل. هفضل بقى اعمل كده على نار هادية خالص زي ما قلت لكم لحد نص ساعة. ده شكل الملبن وقوامه بعد لما عدى ربع ساعة. هتبصوا تلاقوه ماسك خالص اهو. وبعدين برضو هتلاقي ان هو لونه بقى شفاف، ما بقاش لونه ابيض زي الاول. ما تقوليش بقى ان بعد ربع ساعة كده خلاص يبقى استوى، لا هو كده لسه ما استواش، كده فاضل له ربع ساعة تاني. هتبتدي برضو تعملي زي ما انا بعمل كده، تقلبيه كده علشان ما يتلسعش منك. وكمان ربع ساعة تاني هوريكم القوام بتاعه. بعد ما وصل للقوام اللي وريته لحضراتكم، انا نقلته في طاسة تانية اصغر،
وبعدين حطيت عليه معلقه صغيره من السمنه. الماده الدهنيه دي بتساعد ان هو يبقى سهل وما يلزقش كده في كل حته في الطاسه، وكمان بيبقى سهل التقليب لحد لما هيوصل للمرحله دي. بصوا بقى عامل ازاي، لونه طبعا بقى شفاف، وبعدين بقى عامل زي العجينه كده. انت هتفضلي تعملي كده، مش لازم تاخدي نص ساعه، ممكن تاخدي لحد ساعه الا ربع لحد ما يوصل معاكي للقوام ده. وعلشان تتأكدي ان هو وصل للقوام المظبوط وانه استوى، هتاخدي جزء صغير كده هتبتدي تحطيه ما بين صوابعك وهتعمليه كورة. هتلاقي ان الكورة ما بتلزقش وان هي بقت كورة طرية كده زي قوام الملبن اللي انت بتشتريه كده. هتعرفي ان هو جاهز وتطفي عليه وتسيبيه. هقولك تعملي ايه في الخطوة التانية. بعد لما الملبن وصل للقوام اللي وريته لكم دلوقتي، بقى جبت علبه صغيره وحطيت فيها شويه من النشا، وبعدين هاخد الملبن بعد لما هدي شويه كده. وعلى فكره انا حاطه ورق زبده جوه العلبه علشان ما يلزقش في العلبه. وبعدين هبتدي بقى اسوي السطح بتاعه. بعد ما سويت السطح بتاعه هبتدي احط شويه من النشا فوق الوش، وهضغط عليه كده. وبعدين هتحطيه بقى في التلاجة من ساعة لساعتين لحد لما يتماسك، وبعدين بعد كده بقى نقطعه مع بعض. ده شكل الملبن بعد لما قعد ساعتين في التلاجة. دلوقتي بقى هاخده وهقلبه في طبق. هيطلع طبعا بكل سهولة علشان حاطه ورق الزبدة. اهو الملبن بتاعي بقى ماسك ومتماسك وجميل. دلوقتي جبت سكينة، والسكينة كده رشيت عليها شوية من الزيت علشان يبقى سهل ان هو يتقطع. هقطعه بقى كده، وبعدين هاخد شوية من النشا كده احطه مطرح الجزء اللي انا قطعته. وبعدين هبتدي اقطعه بقى قطع. ده شكل قطعة الملبن بتاعتنا اللي عملناها. بصوا حضراتكم قد ايه متماسك وجميل وطري وزي اللي بتشتريه جاهز بالظبط. ده طبعا للناس اللي هي عايشة برا وما بيقدروش يجيبوا ملبن، او حتى للناس اللي عايشين في بلدهم ودلوقتي الحاجة بقت غالية قوي. انت ممكن تعملي الحاجة عندك سهلة جدا ورخيصة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده يعجبكم. مستنية ان انتوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات. حضراتكم في فيديو جديد من مطبخ نوجة العالمي، وسلام عليكم.